انا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. ام الدنيا مين ولا في زيها فين؟ بلدي في حباب العين، لا واقرب من كده دي بلد عمنا. حتى الوالد أستاذ ومعلم في الحياة في بلاد صاحبة الجلالة أستاذ سمير. لكن ثاني يا أخي والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حقيقة أحكي الأستاذ عاطف، وأنا والله ما أتيت إلى هنا إلا احتراما وتقديرا لذلك الجهد الذي عملته فيه دائما وأبدا. أنا أتيت من فراش المرض، وأقسم بالله أني كنت لا أتحرك، ولكن تلك الكلمات المشجعة كانت بمثابة مطر أغرقني فأتى بي إلى هنا لأستمع إلى تلك الكلمات وأرى تلك الوجوه التي أراها هي الأمل القادم إن شاء الله، والتي ستتلو أمامه رموش الليل التي تعسكر في كل قلوب مصر المحروسة، وسوف ترحل عمارين ليأتي النهار والنهارات كثيرة. مصر التي لم تنكسر ولن تنكسر أمام كل الأفكار وأمام كل التيارات. أنا أحيي الأستاذ عاطف، صدقني أنت أخجلتني كثيرا يا صديقي الله، وأحيي كل من قام على هذه الاحتفالية والاحتفالية لأنه قرر أن يحتفي برموز الفكر والأدب والشعب والثقافة. وأحيي الأستاذة الجميلة الأستاذة سعاد البحيري التي أرى أن تلك المكتبة قد دب فيها نبض الحياة عندما أتت إلى هنا، وصارت مكتبة لمصر وليست مكتبة كانت سوف أقول في خيال الإسلام. تلك الرابطة باغتني بها الأستاذ عاطف اليوم. أنا سمعت منه كثيرا عنها وعن الحلم الذي يتمنى أن يولد وعن المخاض العسير وعن كل هذه الأشياء التي تقف أمام أن تخرج إلى النور لتشرق في هذه الأمسية لنرى هذه الوجوه الصفوة. عاطف السيد عبد العال ذلك الرجل الذي يعافر كثيرا ويحمل كثيرا ويقف كثيرا على شواطئ الأحلام، ينتظر أن تكون حقيقة. هو اليوم يحتضن الحلم الذي صار حقيقة في هذا المكان العظيم الذي تغير اسمه ليصير مكتبة لمصر وليس مكتبة لشخص أيا كان في يوم من الأيام. عاطف السيد أنا أحييه ليس لأنه قدمني، وأنا لست أستاذا له ولست أستاذا لأحد، أنا لازلت أحكو في بواطن الكلمة، والأروع عندي هو الذي لم يولد بعد. وإن كنت رائعا فأنا أستمد روعتي من روعة كل من يحيطون بي. الإنسان لا يخلو رائعا ولا يخلو إنسانا ولا يصير له قيمة في الحياة إلا بمن يتعاملون معه، وسأقولها بالعامية التاريخية يبهتون عليه. أنا مثال كل الناس الذين أحتاج في قلوبهم مساحة خضراء من الحب. أنا لم أطيل عليهم، أنا قدمني لأحتفي به في يوم احتفاءه بنا جميعا. ولكن اسمحوا لي ما دام الدكتور أحمد قد تحدث عن الأمل الذي يجب أن نظهره في كل ظروف مصر، فاسمحوا لي أن أقول قصيدة هي خرجت مني، ولكن للأسف أنا دائما أخبر أشعاري في ذاكرتي وقلبي، ولكن هذه القصيدة لأنها حديثة الولادة فلم تخبئها ذاكرتي، لأني كما قلت البرد صديقي أعاق ذاكرتي أن تحفظ القصيدة فأقولها من الورقة، فيسمح لي الأستاذ عاطف
الأستاذ عبد الله النحاس والأستاذ فهمي عبد الله، ولكل الرموز الذين هم أكبر من أن أذكرهم بأسمائهم، هم أكبر فعلا وأفضل حتى لا تكون للذاكرة، وأعتقد أنه ذكر الكثير، وتلك الرموز هي شموس مبيئة في هذه المدينة. قصيدتي واسمحوا لي أن أجلس عفوا يعني. يا شعب الكريم سيء عليك الذي يا شعب اليمين، لك الخراب النبي احسن نداء العين، ومصر تعبت قوي مش عارفه رايحه فين. مصر اللي طول عمرها الكل يرجع لها، ازاي بايد شعبها تتسلي ذل مهين، ازاي تريد شمسها وعاش عصور مجدها بيعلم الملايين ان الحضاره هنا وكل الحاجات ممكنه، ازاي بقت هينه وتضيع في غمضه عين. سايق عليك النبي يا شعب ما تخطيش خطوه كمان والنبي في سكه الخفافيش. ارجع كفايه دمار خلي وطن يعيش. ارجع بلاش فرقة الشعب شرطة وجيش دايما نسيج واحد ومفيش عداوة مفيش. مصر العظيمة محال راح تعلى بالاتفاق، والصحراء ألف محال تضطر الاحتياجات، ومثل المصانع يدور بحرائق البدايات. فارجع وما تخطيش، داوي الجراح وانتبه وياك تعدي الليل، واقف بيتوصلك وراه بيوش الويل، تعدي هتدمرك وهتبقى ليها سبيل، وانت اللي عشت الملك في الدنيا طول عمرك، ازاي بتقبل كده تعيش كسيح وهزيل؟ سايق عليك النبي يا شعب فوق النوم، شبح التمرد جبي حلمه يهدك يوم، والثوره في الميادين ثمار هموت وهموم، والحكمه هي العدل. فكر بحكمه وصوم على لعنه الشعارات، لا تصحى سنين وتبات وثبات وغيوم في غيوم. دي الثوره في البدايات طرحت خلاص وانتهى، العتمه راح وقتها، طب ليه نخليها ملعون ابوها خلاص واللي بيحميها؟ العتمه دي مشكله مش لايقه لون مصرنا علشان تجيب عمرنا، وعيوننا في الميادين بغباء تغنيها. لازم بسرعه نشوف يبقى الهدف انتاج، وعملنا يبقى علاج. كل الوطن محتاج، ومصر ست الكل محتاجه، عطشانه نبنيها. مش كلنا طالعين اتلفنا على الميادين، حتى العمل سايبين، وشعبنا وقت الصلاه ما عادش فينا امين، وجوه الصدور عششت القسوه والتخويف، ولا عادش شيء مستور. طالعين نعاد النور، وكان في الحياه مفضول، والعتمه بعد الموت تاني بنحييها. مآتي ومات تموت، وتموت يزف تموت، وما عادش فيه الشعور الطاهر في مصرنا، والخوف حكم فيها. يعني بقيتنا تروح نبض الحياه والروح اللي طلبها تاريخ، وعاشت امان نبضها، ومفيش وطن في الكون ابدا يباريها. اما بدأنا العمل وكل الصعاب نحتمل، هتعيش اكيد مصرنا على القمه طول عمرها، بالحب نحييها. شكرا لله. الله يكرمك، الله يخليك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله يكرمك. بحب يكون للناس الدنيا تضحك وارسم ايدك طريق